مواقع، لكن هي بصدد ان هي توصل ان شاء الله على الفاكس او على الميل بتاع النادي المصري. طيب يعني قول لي تصرف النادي المصري او رد فعل النادي المصري هتعمله. انا عندي خبر انه هتصعدوا الازمه وانه بترفضوا هذه القرارات. استاذ عاطف مبروك قال انه مندهش من هذه القرارات اللي بيقول من وجهه نظره انها جاءت كمجامله للنادي الاهلي. قال ان انتوا هتبداوا تحركات سريعه نحو المحكمه الرياضيه، وقال ان السيد كامل ابو علي رئيس النادي عنده نسخه من الملف هيقدمه للمكتب السويسري الذي تم التعاقد معه مؤخرا لتصعيد الامر للمحكمه الرياضيه الدوليه. استاذ رجب خليني اقول لحضرتك، اتفضل. المبدأ القانوني المعروف لا يدار الطاعن طعنه. اول مره اشوف طعن على عقوبه تغلظ العقوبه. يعني ده جزاء ان النادي المصري اقدم على التظلم ولا ايه؟ دي نمره واحد. نعم. وبرضه بذكر حضرتك وكل الناس القانونيين عنه انه لا يدار الطاعن بطعنه. ده محكمه النقض قالته، وده مبدا دستوري معروف. الحاجه الثانيه، مجلس اداره النادي المصري بصدد عقد اجتماع طارئ لدراسه هذه العقوبات، وبالتاكيد لازم النادي المصري يقول ان كده كفايه. استاذ رجب، استاذ الو. ايوه عشان اسمع حضرتك كويس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ رجب. مجلس اداره بصدد عقد جلسه طارئه وسيتم تصعيد الموقف الى اقصى مدى، بحيث ان اذا كان كل طعن بيقدم يدار منه النادي المصري نظير مقدم الطعن، فده كلام لازم نلجا لكل الطرق القانونيه يعني. طيب الطرق القانونيه داخل مصر ولا خارج مصر حسب ما سمعت المحكمه الرياضيه يا فندم؟ المحكمه الرياضيه محكمه القضاء الاداري. اي جهه قانونيه يجد المستشارون القانونيون للنادي المصري تصعيد الامر لحفظ حقوق النادي المصري والحفاظ على هذا الكيان اللي من الواضح ان في هدف اصيل عند المسؤولين لتدمير هذا الكيان ماليا واداريا وفنيا. طيب استاذ رجب، علمت انه في نيه لعقد اجتماع طارئ، لكن مع علمه ان الاستاذ كامل ابو علي خارج مصر؟ الاستاذ كامل ابو علي متواصل قدامه 3 ايام ويجي مصر. نعم. الملف موجود ومتواصل مع اللجنه. وتوجيه الدعوه للاجتماع الطارئ كانت بمعرفه الاستاذ كامل ابو علي، وفي تواصل تليفوني معاه. نعم. هو حاليا موجود في سويسرا. نعم. هل الاجتماع هيبقى اليوم ولا غدا؟ الاجتماع خلال ساعتين ان شاء الله. يعني بعد ساعتين مجلس اداره النادي المصري هيعقد اجتماع. انتوا شايفين انه القرارات ظالمه؟ اعتقد ان كل مش عايزين نعلق على الاحكام كده بدري، وبنقول ان ما صدر عن لجنه التظلمات اعتقد ان هي توصيه ولم يصدر حتى الان قرار مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. لا خلاص يا فندم، بس عشان حضرتك تبقى عارف انه هذه اللجنه قرارها ملزم لاتحاد الكره. يعني انا معلوماتي وحضرتك صحح لي. نعم. معلوماتي ان هذه اللجنه تصدر توصيات. لا يا فندم، منبثقه من الاتحاد. لا يا فندم، هذه اللجنه قراراتها ملزمه للاتحاد المصري لكره القدم، عشان برضو تبقى الامور واضحه بالنسبه للناس. مفيش عندنا في مصر محكمه رياضيه. هي ليست محكمه رياضيه، واللي مكتوب في الديباجه على فكره غلط. اللي مكتوب الاتحاد المصري لكره القدم لجنه تظلمات المحكمه الرياضيه، كل هذا غير صحيح. هي لجنه الاستئناف بالاتحاد المصري لكره القدم. كانت سابقا لجنه التظلمات كان بيرأسها المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والان بيرأسها المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمه النقد، وكل الافاضل اللي موجودين معاه اما نائب رئيس محكمه النقد او رئيس محكمه بمحكمه النقد. يا فندم كلهم قضاة افاضل بنجلهم. نعم. وبنحترمهم. نعم. لكن لنا الحق طبعا فيما صدر عنهم من قرارات. نعم. وان نلجا للجهات التي تحفظ حقوق النادي المصري. اذا النادي المصري سيعقد اجتماع طارئ خلال ساعتين، وسيصعد الامر اما للقضاء الاداري او للمحكمه الرياضيه الدوليه. مظبوط كده يا فندم؟ تمام. استاذ رجب عبد القادر المتحدث الرسمي، اشكرك شكرا جزيلا، المتحدث الرسمي والمدير المالي للنادي المصري.